السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا في احسن حال دايما يا رب. النهارده بقى معاكم اكلة اقتصادية، هي طبعا تنفع في رمضان مش تنفع في الايام العادية. اقتصادية جدا بس بصراحة هي جميلة. هو الفيديو ده انا عاملاه قبل رمضان بفترة يعني، بس يا دوب سجلت عليه دلوقتي. برضه هينفع في رمضان ما شاء الله، هي وجبة جميلة يعني هنقول يعني اقتصادية، بس مفيش حاجة اقتصادية دلوقتي. انا هعمل معاكم اجنحة الفراخ المحشية. ما شاء الله هي بصراحة مشبعة وجميلة جدا. هنشوف بقى ازاي هنخليها مع بعض ونتبلها ونحشيها. ما شاء الله بصراحة والله كانت جميلة جدا. لا وبتشبع لان هي اصلا يعني بتحشيها الحشوة اللي انت حباها، فخلاص بتحس ان هي فعلا كده حاجة جميلة يعني. يلا نشوف الاول كده هنخليها ازاي من العظم. انا بمسك الاول السكينة كده بحاول اسلك اللحم من العظم كده بنفس الطريقة زي ما انتم شايفين كده، يعني انا مش هعرف اشرح لكم كتير، هي يعني الصورة واضحة اهي. انا بمشي السكينه كده وبعد كده بحاول يعني اشيل اللحم كده من على العظم، وبعدين يعني احرك العظميه كده. العظمه لما بتحركيها كده في ايدك خلاص هي بتتفك من عند المفصل كده، بتتفك معاكي بكل سهوله. بتروحي شدها وخلاص، والتانية نفس الكلام. برضه كده بحاول اسلك، يعني لو في اي حاجه لازقه فيها اسلكها كده بالراحه خالص علشان ما اهدرش في اللحمه بتاعتي. يعني ما اخليش الجلود او اللحمه تتقطع معايا عشان ما تتفتحش، او الرز يطلع منها بعد ما احشيها. شايفين انا بسلك كده اي حاجه كده عايزه اسلك. دلوقتي كده بقى انا هشيل العظمه اللي هي رفيعه الاول، وبعد كده التانية هتكون سهله عليا. الرفيعه بلفها كده زي ما انتم شايفين بلفها كده بس واروح شداها. ما فيهاش اي لحمه خالص، هي طالعه معايا متشفيه ما فيهاش اي حاجه خالص. لان العظم ده مش هينفع نستخدمه في حاجه يعني، ده لا نعرف نعمل به شوربه ولا اي حاجه فهيترمي، فعشان كده بنحاول نشفيه خالص. والعظمه التانية بايدي كده بحاول اسلك اللحمه برضو اللي في قلب العظمه كده لحد ما يطلع خالص معايا في الاخر. خلاص هي كده مفتوحة ومش متخرمة خالص، يعني الرز مش هيطلع منها ان شاء الله ولا اي حاجة. اول واحدة هتحس ان هي صعبة عليكي، بعد كده هتلاقيها سهلة خالص وانت بتسلكيها. برضو التانية بعملها نفس الكلام. انا طبعا كنت عملتهم في الاول بس خليت الاتنين دول بس عشان اصورها معاكم. انا طبعا الاول كنت غسلاها ومنضفاها كويس جدا، وهغسلها تاني بقى بعد ما بقى يعني بشيل العظم ده كله منها. هغسلها تاني. شلت الاول العظمة الكبيرة خالص اهي. يعني احنا اصلا بنجيب الاجنحة دي بالحتة اللي هي جنب الصدور دي على طول، اللي هي القطعة اللي بتبقى جنب الصدور دي على طول. بتبقى الجناح يعني كله ماسك كله في بعضه كده، يعني بيبقى الجناح كبير. لما تيجي تشتري الأجنحة كده تقول له عايز أجنحة كبيرة، خليه يديك الأجنحة الكبيرة. الأجنحة الكبيرة هتكون أفضل بكتير من الصغيرة. أنا طبعا ما كنتش بشيل الأجنحة خالص، بس بصراحة دلوقتي بجيب الفراخ من عند حد يعني. الفراخ اللي عنده نضيفة جدا، بيقطعها قدامي يعني كده وأنا واقفة. ما شاء الله ما فيهاش اي ريحه. كنت بجيبها الاول كنت بحس ان ليها ريحه وحشه جدا، فبصراحه كنت بتقرف اجيبها، ما كنتش بجيبها خالص. دلوقتي لما باجي اجيب الفراخ دي مقطوعه، فبقول لكم هشوف هنعملها ازاي ان شاء الله. دلوقتي اما باجي اجيب الفراخ بجيب برضو اجنحه ما شاء الله بتكون جميله جدا. هنشوف بقى التوابل بتاعتنا: بابريكا وتوم باودر وبصل باودر وفلفل اسود. كل ده حوالي البابريكا والثوم البودر البصل البودر معلقه صغيره كده ممسوحه، الفلفل الاسود نص معلقه، بهارات فراخ معلقه، رشه قرفه كده ورشه زعتر. القرفة والزعتر برضو بيخلي ريحة الفراخ وطعمها حلو قوي. انا عملت تتبيلة عادية خالص يعني ما فيش افتكاسات ولا حاجة فيها. لو اي تتبيلة انت بتحبيها بقى للفراخ او الاجنحة اعمليها عادي. جبت بصلة بشرتها وحباية طماطم صغيرة برضو، يعني بصلة صغيرة وطماطمية صغيرة بشرتهم، وحتة كده من الشطة لان الشطة كانت حرقة فما حطيتش كتير. كانت قطعة صغيرة خالص كده قطعتها ناعم برضو وحطيتها. معلقة كبيرة كده صويا صوص وهوت صوص برضو. حطيتهم بس يعني يدوا طعم كده في التتبيلة، مش موجودين عندك خلاص ممكن تحطي معلقة خل مع عصير الليمونة، هتبقى جميلة جدا في التتبيلة. باخد بقى الفراخ بتاعتي بعد ما غسلتها وصفيتها كويس جدا. هتبلها بقى. طبعا انا كنت متبلاها كده قبلها بيوم، انا ما كنتش عاملاها في اليوم ده. انا تبلتها وحطها في التلاجة وسبتها بقى في اليوم ده. انا دلوقتي اي ما بجيب بصراحه الفراخ والاقي اجنحه قدامه كده نظيفه حلوه يعني كده وشكلها حلو وكبيره، بجيب واحطها عندي في الفريزر. بتنفعني والله، بعمل منها وجبات كتير. ولما تكون الاجنحه كمان كبيره هتنفعك قوي، هتبقى حلوه جدا في اي وجبه تعمليها. غير الاجنحه الصغيره بتبقى ملهاش اي لازمه. هنا بقى عامله الخلطه بتاعت اللي احنا هنحشي بيها. انا حطيت هنا بصله كنت بشراها برضو مع شويه سمنه وشويه زيت، وبعد يعني خلاص ريحه البصله طلعت معايا كده. حطيت القوانص دي، كانت يعني قرصه واحده بس بتاعت فرخه، كنت جايبه فرخه في اليوم ده، خدت القرصه والكبده. القرص حطيتها الاول كنت مقطعاها صغير خالص كده. بعد ما خلاص بدات يعني هي داخله على تسويه كده شويه حطيت الكبده. برضو خلاص الكبده خلاص تستوي بقى كده معايا كويس خالص.
هو ده كان كيلو أجنحة، يعني كان ياخد معايا حوالي نص كيلو بس رز أو أقل كمان، يعني نقول نص كيلو رز. بس طبعا أنا زودت نص كوباية، معلش نص كوباية رز مش نص كيلو. أنا زودت شوية فلأن كنت أأخر في الأكل، فعادي يعني بعملهم لأولادي لو هياكلوه، وأنا لسه بشتغل يعني بعمل في الأكل. فكترت كوباية بس، إنما هي هتاخد يعني حوالي نص كوباية. حطيت بقى شوية فلفل أسود وشوية ملح، وأحط شوية 7 بهارات، رش كده من 7 بهارات. هنا حطيت برضو بابريكا، هحط حوالي بس كده ربع كوباية مية مش كتير. حط شوية مية بس كده، أنا عايزة الرز نص تسوية أو 3/4 تسوية، مش ما يستوي يعني ما يستويش قوي. خلاص بعد ما الرز كده خلاص يعني خد 3/4 تسوية، هاخد جزء منه اللي أنا هحشي بيه، والباقي بقى هسويه. وطبعا أنا ما عملتش كتير، لأن أنا ما كنتش أقدم رز مع الرز ده، ما كنتش أقدمه مع الأجنحة، لأن أنا كان عندي بواقي أكل في التلاجة. فحبيت بس أزود عليهم حاجة، فقلت خلاص الأجنحة دي هحشيها مع بواقي الأكل اللي عندي، هسخنها عشان مفيش أي حاجة تترمي خسارة. احنا لو في أكل باقي في التلاجة بنعمل جنبه أكلة تانية، الأولاد بيحبوه عشان ده يعني الاتنين يعني يأكلوا بعض، أو الاتنين يعني ده مع ده هيتاكلوا، لما يلاقوا حاجة جديدة وحاجة كانت عندك في التلاجة هيتاكلوا الاتنين. إنما الأكل كله بايت لا، مش هيرضوا ياكلوه. باحشيها برضو عادي خالص زي ما بتحشي الممبار كده، او بتحشي اي حاجه تحشيها، تحط الرز وتسيبيه مهوي، يعني ما تكتريش الرز فيه، عشان الرز لسه هيستوي وهينفش في قلب الاجنحه، عشان ما تفرقعش معاكي. انا بقفلها كده بخله اسنان، عشان بس انا بقفلها كده علشان برضو يعني ما تطلعش الرز بتاعي. وعادي لو ما فيش الخله دي مش موجوده عندك، انت ممكن برضو تخلي الرز قليل شويه، تنقصي الرز شويه وتخلي الاجنحه كده مش مليانه رز جامد، وتحطيه كده في الصينيه وخلاص، لان هيستوي في الفرن، مش يعني الرز بتاعه ان شاء الله مش هيطلع ولا حاجه. يعني بعد ما تحشيه كده تحاولي تنضفي الرز اللي فيه كله، بس عشان يبقى شكل الجناح معاكي شكله حلو. الصينيه بقى انا مقطعه عليها طماطم وبصل شرايح كده وشطه. ده الجناح اللي هو كان مقطوع. انا بقول لكم بقى بحط الخله كده على الجنب في الاماكن اللي هي مقطوعه، عشان الرز برضو ما يطلعش منها. بس كده يعتبر خلصتهم معايا. بقى بقيه التتبيله اللي اتبقت حطيت عليها شويه بهارات فراخ وشويه فلفل اسود وشويه ملح ومعلقه صغيره كده صلصه وشويه زيت. بس هقلبهم بقى كده وهدهن وش الاجنحه كده عشان تديها لمعه حلوه. بس كده في الوقت بقى مشغله الفرن يكون سخن بقى علشان احطهم ويستووا معايا بسرعه. معلش والله لو في زيطه بقى، لان دلوقتي احنا عارفين في رمضان بقى، والاطفال طبعا بيلعبوا في الشارع كتير، فهتلاقوا في زيطه جامده. معلش انا اسفه والله على الزيطه والدوشه دي. انا هنا بقفلها بقى بورق فويل. طبعا أنا نسيت والله، انا عندي ورق الزبده بس نسيت خالص احطه. لما بكون بعمل اكل او بصور والله ما ببقاش مركزه خالص، نسيت خالص احط ورقه زبده الاول. لو عندك ورقه زبده كنت هتحطها الاول وبعد كده الورق الفويل. بس بقى طبعا ما افتكرتش الا بعد ما دخلتها الفرن. هنا بقى كنت حابه اعمل شويه ملوخيه بقى معاهم، يعني كده حاجه جنب الاكل. فطبعا الملوخيه اللي عندي مفرزه، علشان بقى طعمها يبقى حلو، او الملوخيه الناشفه. هنا انا بحمر التومه الاول في شويه سمنه مع شويه زيت كده، وبجيب طماطم يا اما معصوره في الخلاط، يا اما طبعا لان كانت حبايه واحده صغيره فما شغلتش الخلاط عليها. بشرتها كده بالمبشره، حطيتها كده لحد ما الطماطم بدات تستوي كده معايا، حطيت عليهم الشوربه. الشوربه بقى طبعا الملوخيه اللي عندك، وجبت هنا مكعب مرق حطيته. طبعا انا ما بحطش طماطم الا في الملوخيه، يا اما اللي تكون مفرزه او الملوخيه الناشفه، عشان بس طعمها لو كان مغير ولا حاجه. الطماطم هتخلي طعمها حلو قوي، وهتخلي لونها برضو يفتحي معاكي. الملوخيه بقى لما تكون متفرزه ايدك فيها على طول تقلبيها، عشان الملوخيه ما تنزلش تحت في قلب الحله. بفضل اقلب فيها كده على طول. في الوقت ده انا حاطه الاجنحه بقى في الفرن. بعد ما بتستوي بشيل بقى الورق الفويل اللي عليها واسيبها تاخد لون بس وخلاص. بس هي كده خلاص اهي. هشيل ورق الفويل واحطها بقى تاخد لون. والملوخية أنا شغالة هنا وشغالة هنا، يعني هنشتغل في الاتنين علشان نخلص. وبقية الأكل اللي كان عندي بسخنه. شايفين أنا عمالة أقلب فيها على طول، أنا مش راضية أسيبها خالص لحد الملوخية كلها ما تفك. ركنتها كده على جنب قبل ما تغلي كلها، يعني يا دوب بس من على الحرف الحلة. جبت بقى هنا برضو حوالي معلقة سمنة، أحط عليها بقى بقية التوم. يعني أنا كنت دقة شوية توم، حطيت شوية مع الطماطم وشوية بقى هنا للطشة. حطيت بقى التوم وحطيت شوية كزبرة، واخلي بقى التوم بقى كده لحد ما اللون بتاعه بقى يعني مش يحمر غامق. انا مبحبش التوم غامق علشان بس يبقى ليه ريحة جامدة كده، بحب اللون فاتح بس كده شوية. حطيته بقى في قلب الحلة بتاعة الملوخية، وخدت برضو شوية ملوخية في الطاسة وحطيتهم تاني.
هي ما شاء الله الأجنحة والله بصراحة كان لونها حلو، بس أنا زي ما قُلت لكم قبل كده الإضاءة عندي في التليفون بتخلّي الحاجة بس لونها طافي كده شوية. الملوخية كان طعمها جميل جدًا، الملوخية لو فرّستيها صح بتطلع معاكِ حلوة ولونها ما بيتغيّرش. يا رب إن شاء الله الأكلة تعجبكم، بألف هنا وشفا، مع ألف سلامة.